الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمقولة الشائعة على الألسن التي هي تحية البيت الطواف ليست بحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما معناها أن الشخص القادم لعمرة أو لحج من بلد أخرى يبدأ عند قدومه ووصوله إلى الحرم في الطواف مباشرة في أعمال العمرة أو الحج مباشرة، لا يقال له صل ركعتين ثم طف، إنما يبدأ مباشرة في الطواف وفي إتمام أعمال نسكه. أما الذي هو بمكة أو وفد لغير عمرة أو لغير حج وأراد أن يدخل المسجد فلا يلزم بالطواف، لا يلزم بالطواف كتحية للمسجد الحرام، لا يلزم بهذا. فمثلا إذا اعتمر الشخص وجلس في فندقه بمكة أو في منزله وأراد أن يأتي للصلوات لا يقال له كلما دخل الحرم طف، فإن تحية البيت الطواف لا يقال له ذلك، بل أصبح المسجد في حقه كسائر المساجد من ناحية تحية المسجد أنه يصلي ركعتين، والله أعلم.